وقفت أمام التعصب الطائفي البغيض، قلت علنا: لماذا يضيق على المسيحيين في بناء دور عبادتهم؟ المسلم ممكن يبني في وسط شارع رمسيس مسجد، والمسيحي إذا أراد أن يرمم دورة مية أو حمام في كنيسة لابد أن يذهب إلى المحافظ وإلى الأمن الوطني. هذا ضد العدل الإسلامي، هذا ضد العدل. إن أساس كل دين العدل. ثم إنني يعتصرون الألم حينما تطلع فتاوى السلفية ولهم حزب سياسي برعاية الدولة يصدرون الفتاوى بتحريم التهاني والتعازي للمسيحيين، ويذهب متنطع دخيل لا حظ له من الدراسة الشرعية ليحرق الكتاب الإنجيل الذي قال الله عنه في سورة المائدة: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. الآية 84 الله قال: أنا أسف مش هاخد وقتك، لا ده زهدين، أنت زهدي الفم. الله يسلمك. الله الذي قال في سورة المائدة: وليحكم. اللام عندنا في جرامر أو قواعد اللغة إذا دخلت على الفعل المضارع تقتضي الإيجاب. القرآن لما نزل على النبي محمد هو نفس الأناجيل اللي كانت موجودة. ماذا قال القرآن في سورة المائدة؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. لما يأتي متنطع وأنا قلت له لقد أهنت القرآن قبل أن تهين الإنجيل، لأن الإنجيل هو الذي كرم القرآن هو الذي كرم الإنجيل وصاحب الإنجيل. حينما تحرق الإنجيل فقد أحرقت قلوبنا قبل أن تحرق الإنجيل، وحرق الله أيدي من يحرقون الإنجيل. ثم قلت ولا زلت أطالب بتكثيف منابع التطرف المنسوب إلى الدين. لما يصدر بيان مما تسمى بجماعة سلفية يقولون إن المسيحيين يمنعون من المناصب العامة، لا توجد آية قرآنية واحدة ولا يوجد نص نبوي واحد، بل بالعكس أقول للمسلمين: اذكروا أن الذي صنع منبر رسول الله شابا مسيحيا. أن الذي صنع منبر رسول الله في عهد النبي كان شابا مسيحيا. وأقول للمسلمين لا تضيعوا وصية النبي بقبة مصر. إن أي اعتداء على المسيحيين إنما اعتداء على الإسلام. ثم إنني أنعى أقول الجزية ليست أصلا من أصول الإسلام، كانت عملا استثنائيا لظروف طارئة، مورد من موارد الدولة ونظير عدم التجنيد في الجيش آنذاك. قال الإمام الباجي في المنطقة وهو من أعمدة الآثار المنسوبة إلى الصحابة والتابعين في الفقه المالكي، قال: والجزية ليست أصلا في الإسلام. الجزية ليست أصلا في الإسلام أبدا، إنما كانت وضعا استثنائيا طارئا وليست من أركان الإيمان ولا أركان الإسلام، حتى يأتي إلينا هؤلاء. إننا إذا أردنا العلاج الحقيقي فإن ثقافة المجتمع ينبغي أن تغير، وأنا أعرض حلولا في عجالة. أولا أدعو إلى إلغاء وزارة الأوقاف واستبدالها بوزارة الشؤون الدينية. وزيرها لا يعنيني ديانته، الوكيل الأول مسلم والوكيل الثاني مسيحي والوكيل الثالث يهودي. إذا حصلت أي مشكلة لأي مواطن لا يذهب إلى شيخ الأزهر كما كان في عهد المماليك، ولا يذهب إلى البابا في الكنيسة، ولكن يذهب إلى الدولة، إلى دولة مدنية، الأمر الآخر شؤون المسيحيين لابد أن ترعى كجهاز تنفيذي أمام الدولة كما ترعى المساجد. وأقول شيئا يبدو غريبا وعجيبا: إذا كان إمام المسجد والواعظ يأخذ راتبا من خزانة حكومة مصر، فلماذا تهمل الرتب الكنسية والذين يدفعون ضرائب الخزانة مسيحيين ومسلمين؟ فأنا أطالب إذا فعلت وزارة الشؤون الدينية تتولى شؤون المسيحيين مع إخوتهم المسلمين، ولا أهمل اليهودية كشريعة
ولا شأن لنا بالعصابة الصهيونية في فلسطين المحتلة. 53 يهودي مصري لابد أن يحافظ عليهم وعلى معابدهم وعلى مقابرهم وعلى أملاكهم وعلى وطنيتهم في مصر. ثم أريد حظر إنشاء أحزاب على خلفية دينية للمسلمين أو للمسيحيين أو لليهود. لكن الآن أحزاب موجودة تكرس الطائفية، صدرت منها ومن أشياخهم في قنواتهم على مدار 40 سنة تحريم التهاني والتعازي واحتقار المسيحيين. وأنا أقول ما زالت الدولة في غيبوبة. الأسبوع الماضي يوم 4/3 يعني 4 مارس 2014 جريدة من إصدارات هيئة التحرير القومية، جريدة عقيدتي تحاول تخطئتي لما قلت أن المسيحيين ليسوا بكفار ولكن أهل كتاب. حاولوا تخطئتي وقالوا جاءوا للأسف بواحد عضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر من الله أعلم من توجهاته، وقال إن الدكتور أحمد أقواله تخالف الشريعة ويقول أن المسيحيين كفار. أين نقيب الصحفيين؟ أين حقوق الإنسان؟ يجب المحاسبة الفورية، لأن جريدة قومية من أموال دافع الضرائب تخطئ عالما يدعو إلى علاج الاحتقان الطائفي وينشرون عني كلاما خاطئا للشعب. مرة يقولوا ده الشيعي حتى يجهضوا. أنا أقول شيئا وأختم به. أنا أمارس دورا وطنيا حتى النخاع وإسلاميا لأحافظ على موروثات هذا الشعب مع الجيش، في مواقع الجيش مع الشؤون المعنوية ومع مركز تدريب الشرطة. وأنا أعد 30 حلقة لدولة الإمارات عن فتنة التكفير، وعما قريب بحثا كاملا عن فتنة التكفير للمسلمين والمسيحيين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعندي كتاب موزع في السوق من 4 سنوات فتنة التكفير. أنا لا أدعي زعامة أو بطولة. عذرا سيدي المسيح، إن أتباعك في حبات عيوننا. عذرا سيدتي العذراء، إن محبيك في حبات عيوننا. لن نفرط فيهم ما صارت فينا قطرة دماء. تحيا مصر بكنيستها وأزهرها، وعاشت المسيحية والإسلام وعاء. وده كان كلام فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة. ويا ريت حضراتكم تكتبوا لنا آرائكم في التعليقات. شكرا لمتابعتكم.